دعاء نسب لأبو بكر الصديق، كان بيدعيه دايما لما أي حد بيثني عليه، كان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. والحقيقة أنا حفظت الدعاء ده وكنت بردده في أي موقف أحس فيه إن شيطاني هيغلبني. وبعد فترة بدأت أحس إن نظرة الناس ما بقتش تفرق لي، يعني لا بالإيجاب ولا بالسلب، وكنت متيقنة إن لا ده هينفعني ولا عكسه هيضرني، لأن الناس ليها بالظاهر وليها كمان بالهوى في مدحك. الشيخ سمير مصطفى حكى قصة من الأثر في المعنى ده لازم تسمعها. واحد مرة لقى بشر الحافي ماشي وكان سكران، فقال من هذا؟ قيل له هو كبير المسلمين بشر الحافي. فانطلق إليه وقال بشر بن الحارث هنيئا لي أن رأيتك، والله لوددت أنني قد لازمتك، والله. وفضل يبكي، نحن السكارى، نحن العصاة، وأنتم المؤمنون نرجو من الله عز وجل أن يذكركم بنا يوم القيامة. وفضل يقول له كلام زي كده، وفضل الراجل يبكي، وبعدين شالوه مشوه خلاص. فلما مشي الراجل فضل بشر انزوى وأخذ يبكي وقال عسى أن ينجو هذا بتواضعه في ذنبه ويهلك بشر بمدحه.